ازيك يا حبيبي عاملين ايه؟ بص بقى، احنا جايين نتكلم النهارده عن النقد. يعني ايه؟ يعني لما اجي انقد حد انقده بطريقه كويسه، ما انقدوش بطريقه حتى لو هو عامل حاجه غلط مش هيتقبل النقد بتاعي. بمعنى ايه؟ يعني مثلا حد اشترى لبس واللبس مش حلو او مش لايق على بعضه، مش متناسق، ما اقولهاش مثلا ايه القرف اللي انت لابسه ده. ممكن ايه القرف اللي انت جايباه ده، ايه القرف اللي انت لابساه ده. لا، اقول لها والله هو حلو كل حاجه، بس عارفه بقى لو كان جبتي اللون الفلاني على الفلاني كان هيبقى احسن. طب انت عارفه لو لبستي الجيبه دي على البلوزه اللي لونها كذا وجبتي عليها لون كذا هيبقى احسن. يبقى انا كده نقدتها بطريقه ما جرحتهاش وما ضايقتهاش، ما كسرتش بخاطرها. إيه، حد عمل اكله مش حلوه والاكل كان ناقصه حاجه برضه ما اقولش ايه القرف ده، او إيه انت عامله حاجه وحشه على فكره مش حلوه خالص. لا، إيه بصي هو حلو والله تسلم ايدك وجميل بس كان ناقصه كذا. عارفه بقى لو حطيتي عليه كذا هيبقى كذا. لو عملت دايما كده النقد بتاعي يبقى سلس وبسيط وانقد بطريقه من غير ما اجرح اللي قدامي. ده كده في السنة، يعني الرسول عليه السلام قال لنا كده، ان احنا لما نيجي حتى نعلم حد حاجة يعمل حاجة نعلمها له بطريقة ما ياخدش باله منها، عشان ما نكسفوش او ما نجرحوش. فهو المفروض يبقى التعامل مع بعض كده. الزوج مع زوجته ممكن يقول لها لا الاكل مالح سنه، مش ايه القرف اللي انت عاملاه ده. مثلا واحده صاحبتي جبت لبس تقوليش مثلا ايه القرف اللي انت لابساه ده، لا ممكن تقول لي لا ابقي ظبطي كذا، تبقى انت عارفه اللون اللي كذا زي ما قلت كده. فهيبقى ساعتها هتقبل منك النقد وهروح اظبط الحاجه اللي باظت. لكن انت لو قلتي لي كده وانا فعلا معاكه الدنيا وعامله حاجه مش حلوه، ممكن ما تقبلش منك الكلام ولا النقد ومش هتقبل منك حاجه وهتضايق. فياريت لما نيجي بقى ننقد حد او نعدل لحد على حاجه يبقى بطريقه ظريفه وبطريقه حلوه علشان يتقبلها مننا. لو كان عجبكم الفيديو ياريت قلب حلو زي قلبكم.